السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض الفراخ المشوية بتتبيلة مميزة، وعملت كمان جنبها رز أصفر. ونشوف كده مع بعض تسوية الفراخ. ما شاء الله مستوية كده السوى المظبوط. وندخل كده مع بعض على الوصفة. نسمي الله. أنا معايا فرخة 2 كيلو وربع. هتقولي 2 كيلو وربع هتستوي؟ هقولك هتستوي، هتبقى زي الزبدة. وطبعا انت شفتي معايا التسوية في الأول، وهتشوفي مراحل التسوية معايا ان شاء الله خلال الفيديو. غسلت الفرخة كويس جدا، وقطعتها معايا ل4 تربع. عملت لها محلول النقع، وهو عبارة عن معلقة من السكر، معلقة من الملح، و2 معلقة كبيرة من الخل، وعصير ليمونة. سبتها في المحلول حوالي ساعتين، وبعد ساعتين صفتها زي ما انتوا شايفينها كده معايا وجففتها، وبقت جاهزة معايا للتتبيل. في الوقت ده كمان هقولكوا على حاجة بتطري لحم الفراخ جدا، وهي ان احنا نسيبها ليلة في الفريزر. في الوقت ده في بولة معايا نزلت بعصير حبة طماطم كبيرة، وهنزل كمان بمية بصل. يعني بصلة كبيرة بشرتها بالمبشرة، وصفيتها واخدت المية بتاعتها. وهنزل دلوقتي بمعلقة صغيرة مليانة من بهارات الفراخ، او البهارات ال7 الموجودة عندك استخدميه. نزلت دلوقتي بمعلقة ونص كبيرة من بهارات المشاوي، ودي بنجيبها من عند العطار أو بتتباع في أكياس جاهزة. نزلت دلوقتي بالملح الأبيض والملح حسب الرغبة. ونزلت دلوقتي بمعلقة صغيرة من بودرة البصل. ونزلت كمان بمعلقة صغيرة من البابريكا أو بودرة الفلفل الأحمر الحلو. نزلت كمان بحوالي معلقة كبيرة من صوص الباربيكيو، وده طبعا علشان يديني طعم المشاوي الجميل. في الوقت ده بالسباتولا، وهبدأ ان انا اقلب التتبيلة بتاعتي كويس جدا لحد ما المكونات كلها تتداخل مع بعضها والملح يدوب. في الوقت ده هنزل بقطع الفراخ بتاعتي. انا قطعتها النهاردة ل4 تربع، تقدري تعمليها الأنصاف زي ما تحبي. في الوقت ده هقلب كده الفراخ في التتبيلة كويس جدا. وطبعا لو سألتيني في الوقت ده وقلتلي أنا عندي فرخة صغيرة، ينفع إن أنا أشويها بالطريقة الشوي دي؟ هقولك ينفع. وكمان مش هتاخد وقت زي ما هتاخد الفرخة اللي معايا دي. الفرخة اللي معايا دي أخدت في الشوي حوالي ساعة إلا ربع. يعني لو أصغر من كده تاخد وقت أقل كمان من كده. وفي الوقت ده هغطي البولة بتاعتي ببلاستيك ستريتش، وادخلها معايا التلاجة لمدة ساعتين. وبعد ساعتين ده هيكون شكلها. هبدأ ان انا اشيل البلاستيك ستريتش اللي عليها، وهركنها كده معايا على جنب. في الوقت ده انا هحضر الصينية اللي انا هدخلها فيها الفرن. في الوقت ده في صينية معايا غلفتها بورق الفويل، علشان طبعا ما تتبهدلش معايا من اثر الشوي. اول ما اشيل الورق كده من الصينية، ورق الفويل، تبقى الصينية معايا نضيفة. في الوقت ده معايا شبكة، وبالفرشة كده هبدأ ان انا ادهنها بالزيت. هدهن الشبكة بتاعتي كده من تحت ومن فوق، وبعدين هرص فيها قطع الفراخ بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده معايا. وطبعا انتوا شايفين الشبكة معايا كبيرة، هتاخد معايا لحد فرختين. وممكن تشوي اي نوعية خضار انت تفضليها، بصل او جزر او فلفل او طماطم زي ما تحبي. انا النهاردة هشوي بس حبة واحدة من البصل. هقفل كده الشواية على الفراخ، وكده هتبقى جاهزة معايا. في الوقت ده انا هحط كوبايتين من المية في الصينية اللي انا بشوي فيها، وده طبعا علشان الفراخ اثناء الشوي ما تنشفش معايا وتفضل طرية. نزلت كده بشوية كده من ورق اللورة، حوالي 4 أو 5 ورقات من ورق اللورة، و4 فصوص حبهان. وده طبعا علشان أعطر المية. تقدري تحطي جزء من التتبيلة اللي احنا تبلنا فيها الفراخ زي ما تحبي. في الوقت ده أنا هعمل الرز الأصفر في حلة معايا على النار، أو في كسرونة زي ما تحبي، أو الموجود عندك.
نزلت كده بمعلقة من السمنة البلدي، ونزلت عليها بشوية من الزيت. هنزل عليهم كده بعد الزيت والسمنة ما يسخنوا، هنزل عليهم ببصلة متوسطة مفرومة ناعم، وهبدأ ان انا اقلب البصلة كويس جدا لحد ما البصل يبقى لونه شفاف. اول ما يبقى لونه شفاف كده هنزل بالبهارات بتاعتي، هنزل بورق اللورة والقرفة الاعواد، وهنزل كمان بالحبهان. نزلت ب3 فصوص من الحبهان. هبدأ ان انا اقلبهم كويس جدا مع البصل لحد ما ريحة البهارات بتاعتي تطلع. اول ما ريحة البهارات بتاعتي تطلع هنزل بمعلقة كبيرة ممسوحة من بودرة الكركم، وهنزل بنص معلقة كبيرة من بهارات الرز الأصفر، ودي بنجيبها من عند العطار أو بتتباع في أكياس جاهزة بالسباتولا كده. وهبدأ إن أنا أقلب البهارات مع باقي المكونات الموجودة. في الوقت ده هنزل بالرز بتاعي. الرز بتاعي هو نص كيلو من الرز البسمتي الهندي، وأنا غسلته وصفيته بس، يعني مش منقوع، بالسباتولا. وهبدأ إن أنا أقلب الرز كويس جدا مع باقي المكونات الموجودة علشان الرز ياخد اللون الأصفر، وكل حباية من حبوب الرز تتغلف بالمادة الدهنية اللي أنا استخدمتها. وده طبعا مهم جدا علشان يطلع لي الرز بتاعي مفلفل والحباية بحبايتها. في الوقت ده أول ما الرز كده يتغلف بالمادة الدهنية هبدأ إن أنا أنزل بالشوربة، والشوربة تكون ضعف كمية الرز. طبعا لو مش عندك شوربة هتقدري تحطي مية سخنة وتحطي مكعبين من مرق الدجاج. نزلت دلوقتي بالملح الأبيض وغطيت الرز كده وسبته 5 دقايق، وبعد 5 دقايق ده هيكون شكله. ههدي عليه النار وهديله تقليبة كده، هقلبه. وفي الوقت ده مش هيكون مستوي سوا كامل، انا هغطيه وهسيبه يكمل تسوية على البخار لمدة 5 دقايق كمان. في الوقت ده بعد ساعة بالظبط الفراخ بتاعتي طلعت من الفرن وبقت زي الفل زي ما انتوا شايفينها معايا، ودخلتها الفرن على درجة حرارة 190، وشغلت عليها من تحت بس لمدة ساعة إلا ربع. بعد ساعة إلا ربع كان ده شكلها. طبعا ممكن تزيد المدة عندكم عن كده أو تقل حسب قوة فرنك. في الوقت ده هبدأ إن أنا أفتح الشبكة، وده هيبقى شكل الفراخ بعد ما تشوت. ما شاء الله اللهم بارك، أحلى فراخ مشوية ممكن تجربيها بدون شواية، وطعمها جميل جدا ولا ريحتها بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. في الوقت ده الرز بتاعي خلص وقدمته بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده. تقدري تحطي كمان عليه رشة من المكسرات، يعني الموجود عندك لوز، اي مكسرات انت تفضليها، او تقدميه زي ما انا قدمته كده. ما شاء الله مفلفل جدا وطعمه جميل. في الوقت ده كمان هوريكم تسوية الفراخ قد ايه كده مستوية السوى المظبوط. شايفين ما شاء الله. وده كمان الصدر، ولا طعمها ولا ريحتها اللهم بارك جميلة جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها بنفس الطريقة. ياريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا اشتراك في القناة وتسيبولي رأيكم في التعليقات. وفي نهاية الفيديو استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.